يعني يشرف أي عربي إنه قناة الجزيرة قناة عالمية معروفة، تريد مارك كده، اسم تجاري معروف في الدنيا كلها، زي CNN مثلا، وتلاقيها في 75% من الأفلام الأمريكاني الجزيرة. يشرفك كعربي، إزاي ما يشرفكش كعربي؟ ادي قطر بتعمل ده، وفي نفس الوقت بتلعب دور مهم في موضوع سوريا. سوريا بتتهم قطر عموما والسعوديه انها هي اللي بتمول الثوره السوريه، وطبعا اتهامات التمويل دي حاجه يعني مصر قالتها وتونس قالتها واليمن قالتها وسوريا قالتها، وكل واحد قاعد يلطش يقول لك بيتمولوا بيتمولوا بيتمولوا. وطبعا الجزيره مهتمه جدا بالثوره السوريه، وبتفرد لها بشكل حتى تصنع من قططها جمالا احيانا. يعني موضوع صغير، تلاقي حدث صغير يعني فتحوله الى موضوع ضخم كانه الدنيا كلها إيه طبعا ده ولاء للحريه، ولاء للثوره السوريه. وانه انا ما اتصورش انه في وطني حر مصري لبناني عراقي يمني سوداني اي مواطن يعني الا وينزف قلبه مقابل او امام كل ما يحدث في سوريا. ولا يمكن انه في حد عاقل راشد ناضج مؤمن بالديمقراطيه يؤيد الدكتاتور اللي قاعد في دمشق ده قاتل شعبه. لكن سوريا في تعقيدات في المشهد هناك، ملل ونحل، طوائف واعراق، موضوع ملوش اي علاقه. مصر مفيش كده خالص. طبيعه حتى الجيش المصري غير طبيعه الجيش السوري. القاده بتوعه من الطائفة العلوية المنتمي لها بشار الأسد وحافظ الأسد. احنا ما فيش حاجة من دي خالص، عندنا مفيش حاجة كده. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من صالون إبراهيم عيسى على الجزيرة مباشر. قلب الثورة بصبح يوم جديد صباح الحرية في مصر. أنا سعيد وفخور اللي على شاشة قناة الجزيرة اللي الحقيقة في شهرين أسقطت نظامين أو شاركت في إسقاط نظامين مستبدين ديكتاتوريين. ده دور الاعلام اللي يكون منحاز للحقيقه ومنحاز للشعب. يا جماعه مفيش حياد بين الطغيان وبين الحريه، مفيش حياد بين الاحتلال وبين المحتلين. ده الدور الحقيقي والانحياز للحقيقه وللحريه. الشعب القناه الصهيونيه الناطقه بالعربيه دي اللي كل ما فيها صهيوني، كل ما فيها صهيوني. انا بقول انه مش قطر اللي مشغله الجزيره، ده الجزيره اللي مشغله قطر. مش الامير اللي يعرف يسيطر على الجزيره، ده الجزيره اللي مسيطره على الامير. لان الجزيره وما تفعله هي في حقيقه الامر تعبير عن كينونه دوليه كده استعماريه صهيونيه.